ايه ده؟ فين تورتة الشوكولاتة اللي كانت في التلاجة؟ يا ماما يا ماما! صباح الخير يا ماما. صباح النور يا يوسف. غسلت وشك واسنانك؟ ايوه يا ماما، المهم انا جعان قوي. استنى لما اخواتك يجوا ونفطر سوا. طب هاكل واحد تصبيرة بس. كلنا هنفطر مع بعض يا يوسف. انا نفسي اكل كل السندوتشات دي لوحدي. يوسف، هي فريدة صحيت؟ فريدة صح. صباح الخير. صباح النور. انا هروح اشوف ليلى. انا جعان قوي، مش عارف ماما ليه عايزانا نستنى بعض. المفروض اللي صاحي الاول ياكل على طول. ما كده مش هناكل مع بعض، وبعدين ممكن حد يخلص الأكل كله وما يسيبش حاجة للتاني. قصدك ايه يعني؟ انت فاهم قصدي؟ مش انت اللي أكلت الشوكولاتة بتاعتي امبارح؟ ما انتي مش بتاكلي الحاجة الحلوة بتاعتك بسرعة زيي، فأنا لما بخلص الحاجة الحلوة بتاعتي بلاقي الشوكولاتة بتاعتك بتناديني وبتقولي كلني يا يوسف. يا سلام يا أخويا، بتناديك وتقولك كلني كمان؟ ولا انت اللي بتحب تاخد كل حاجة ليك لوحدك؟ أنا يا فريدة. يلا يا ولاد خلصوا أكلكم، علشان بعد شوية هنروح نجيب هدية علشان عيد ميلاد كريم ابن خالتكم. طب أنا كان نفسي في كورة جديدة، وعلى فكرة أنا عارف كريم كان عايز إيه وممكن نجيبها له هدية. أنا كمان عايزة العروسة اللي بيكون معاها توك الشعر عشان أعمل لها تسريحات جديدة. طيب كل واحد لعبة واحدة بس، سامعين؟ لعبة واحدة. ها لعبة إيه؟ لعبة واحدة بس. ياه، لو كل الألعاب دي بقت بتاعتي. ها يا يوسف، فين الكرة اللي انت عايز تجيبها؟ الكرة هناك، بس أنا كنت عايز لعب تاني يعني. احنا متفقين انها لعبة واحدة بس أنا في لعب كتير عجباني، دي ودي، لا ودي، يعني بتاع 12 لعبة كده. المحل كله عجبني. يوسف، احنا اتفقنا على لعبة واحدة بس. ماليش دعوة، أنا عايز لعب تاني. طيب لو فضلت مصمم على رأيك مش هيكون فيه ولا لعبة ولا حتى الكورة. خلاص، أنا الكرة اللي عجباني هناك اهي. طب يلا هاتها علشان نحاسب ونروح. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Karim. Happy birthday to you. كل سنة وانت طيب يا كيمو. كل سنة وانت طيب يا كيمو يا حبيبي. سنة حلوة يا كيمو. كل سنة وانت طيب يا كيمو يا حبيب قلب ماما. يلا يا ولاد، الأكل عند الترابيزة اللي هناك دي، كل واحد ياخد طبق وياكل اللي بيحبه. ياه، شكل الأكل حلو قوي. أجيب إيه ولا إيه ولا إيه؟ إيه كل ده يا يوسف؟ ده أكلي. ده أكل عيلة بحالها. ملكيش دعوة انتي. ايه ده يا يوسف؟ انت جايب فرخة لوحدك؟ أيوة، أنا بحب الفراخ، ودي كانت آخر فرخة موجودة. طب كنت خليت عمو اللي واقف يقطعها وتاخد حتة. ما هو قال لي كده، بس أنا قلت له عايزها كلها على بعض لوحدي، يعني عشان ما كنتش عايزة أتعبه يعني. كنت تاخد حتة على قدك يا يوسف. تخيل معايا كده لو حد راح قبلك وفكر زيك وكل الأكل كله لوحده، وانت جيت ما لقيتش اللي انت بتحبه، هتحس بإيه بقى؟ هتضايق طبعا، وبعدين ده أناني قوي إنه مفكرش في اللي هيجي يدور على أكل بعده. شفت بقى؟ بس برضو أنا جعان، وخالته قالت كل واحد يختار اللي بيحبه. أيوة اللي بيحبه، بس ياخد كميات قليلة على قده، مش كل ده. وبعدين يا يوسف، انت مش هتقدر تخلص كل الفرخة دي لوحدك. لا هقدر، أنا جعان. ايه ده؟ فين تورتة الشوكولاتة اللي كانت في التلاجة؟ يا ماما يا ماما! مالك يا يوسف، في ايه؟ فين تورتة الشوكولاتة اللي كانت في التلاجة؟ دي خلصت؟ ازاي؟ ده كان باقي فيها كتير. وانت في التمرين جم ضيوف لبابا وخلصوها كلها. لا اتبقى منها شوية. ايه؟ طب فينها؟
ممكن تكون فريدة أكلتها وخلصتها. طب وهي ليه ما سابتليش حتة وأكلتها كلها لوحدها؟ مش المفروض تعمل حساب الناس اللي معاها في البيت؟ عندك حق، المهم إن الواحد يفكر في كل الناس اللي حواليه وما ياخدش كل حاجة لوحده. لا تورتة بقى ولا فرخة. فرخة؟ اشمعنى فرخة؟ قصدك على عيد ميلاد كريم لما أكلت الفرخة؟ بالظبط كده. لا يا ماما، الفرخة دي حاجة تاني خالص. أنا كنت جعان قوي وعايز أكل كل الأكل وأنا بحب الفراخ. طب ما يمكن فريدة كمان كلت كل التورتة وهي بتحب التورتة. بس أنا اتضايقت لما هي كلت التورتة. هو إحساس يضايق فعلا يا يوسف لما تعمل اللي انت عايزه من غير ما تفكر في الناس، ولا تحب يعملوا حسابك بس انت كمان هتعمل حسابهم؟ أكيد يعملوا حسابي وأعمل حسابهم. أيوة، غالبا يا يوسف احنا بنتعلم لما بنحس باللي عملناه في الناس. أيوة، ده إحساس بايخ قوي. أنا بعد كده مش هاكل الحاجة حلوة بتاعت فريدة لما أخلص بتاعتي، وهحاول أعمل حساب الناس اللي حواليا. أنا مبسوطة من طريقة تفكيرك يا يوسف، وإنك بدأت تفكر في اللي حواليك بدل ما تاخد كل حاجة لنفسك. وعلى فكرة، انت لو أخدت اللي محتاجه هتشبع وهتتبسط، وبرضه اللي معاك هيتبسطوا. أيوة، هاخد اللي على قدي وبس، وأسيب كمان لغيري. أوعدك يا ماما إني هعمل كده. وأنا مصدقاك، وعلشان كده بكرة هعمل لك كيكة الشوكولاتة اللي انت بتحبها. بجد يا ماما، انتي أحلى ماما في الدنيا.